المنتخبات الإفريقية تراهن على أبنائها لتحقيق نتيجة أفضل من الربع النهائي في المونديال. تشارك قارة إفريقيا في نهائيات كأس العالم قطر 2022 ب5 منتخبات جميعهم تحت إشراف مدربين محليين في سابقة لم تعتدها المنتخبات الإفريقية في مشاركتها السابقة، حيث ظلت تعتمد على المدربين الأجانب من أوروبا وأمريكا الجنوبية، حتى وإن كان إنجاز التأهل للنهائيات يحمل بصمة المدرب المحلي. وترك المدرب الأجنبي بصمته على نتائج الأفارقة في نهائيات كأس العالم، حيث نجحت ستة منتخبات منها 4 منتخبات بلغت نهائيات نسخة قطر 2022 في تجاوز دور المجموعات، وهي المغرب وغانا والكاميرون والسنغال، إلى منتخب تونس الذي لم يسبق له تجاوز الدور الأول من المنافسات خلال 5 مشاركات. أفضل نتيجة إفريقية تحققت في نهائيات كانت بفضل الكاميرون والسنغال وغانا تحت إشراف مدربين أجانب، وهي بلوغ الدور الربع النهائي. ويراهن المنتخب المغربي على وليد الركراكي للتأهل على الأقل للدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه بعدما صنع هذا الإنجاز أول مرة عام 1986 في المكسيك، وهو تحت إشراف المدرب البرازيلي خوسيه فاريا قبل أن يصبح المهدي فاريا. ويعتمد المنتخب التونسي على جلال القدر في مهمة تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، المهمة التي عجز عن تحقيقها 3 مدربين تونسيين هم عبد المجيد الشتالي وعمار السويح ونبيل معلول، ومدربين أجنبيين هم الفرنسي روجيه لومير والبولندي هنري كاسبريجاك. المنتخب الكاميروني اختار أحد نجومه السابقين لقيادته في مونديال قطر، هو المدافع غوبر سونغ الذي شارك مرات عديدة في المونديال كلاعب ويخوضه أول مرة كمدرب، ومهمته تحقيق أفضل ما حققه المدرب الروسي فاليري نيبومينياتشي عندما نجح في قيادة الأسود غير القابلة للترويض لبلوغ ربع النهائي البطولة في مونديال إيطاليا 1990. هو أفضل إنجاز للكاميرون في المونديال. المنتخب السنغالي يخوض المونديال تحت إشراف أحد أبنائه ونجومه السابقين أليو سيسي الذي قاده للفوز بأول لقب لكأس إفريقيا ليدخل التاريخ، وستكون له مكانة أحسن في تاريخ السنغال لو نجح في تكرار إنجاز مونديال 2002 أو حقق ما هو أفضل، حيث تمكن أسود التيرانجا من بلوغ ربع النهائي المونديال وكان تحت إشراف المدرب الفرنسي الراحل برونو ميتسو. المنتخب الغاني اختار المدرب أودو للإشراف عليه خلال المونديال، ومهمته عسيرة لأن الهدف هو تجاوز دور المجموعات وتكرار إنجاز مونديال 2010 تحت إشراف المدرب الصربي ميلوفان ريفاتش، عندما كان الفريق على بعد خطوة من بلوغ المربع الذهبي قبل أن يتحالف كل من لويس سواريز وجيان أسامواه ضد غانا لمنعها من التأهل، الأول بمنع الكرة من دخول مرمى أوروغواي بيده ليطرد، والثاني بفشله في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف. يكتفي المنتخب الغاني بالدور الربع النهائي.